على ما اعتقد مش كل الناس تعرف الاكله دي، وهي الكبيبه بالجمبري. احنا في بورسعيد طبعا نعرفها، اكتبوا لي لو انتوا كمان تعرفوها وبتعملوها. انتوا محافظه ايه؟ هعمل النهارده معاكم الكبيبه بالجمبري، وكمان كفته جمبري ورز صياديه بطريقه حلوه. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي ونقول بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه الخطوه اللي جايه دي تركايه حلوه قوي قوي مني، هتودي الطعم بتاع الكبيبه والجمبري في حته تانية خالص. عملت ايه؟ جبت التوم وتومته، حطيت عليه كمون وكزبره وليمون كده زي ما انتم شايفين، وملح طبعا. تمام. هعمل بقى ايه هنا؟ هتبل بيهم الجمبري. عايزه اقولك ان التركايه دي بجد بتودي الطعم بتاع الكفته والكبيبه في حته تانية، وهتاكلوهم كده لوحدهم. بعد كده طبعا بطحن الرز كويس جدا. انا استخدمت مع الكميه دي كوبايه رز. تمام. هنا انا طحنت الرز ناعم جدا. بعد كده هشيل منهم معلقتين من الجمبري ده، بقى هشيل منه معلقتين علشان هنستخدمه دلوقتي. هقول لكم في ايه. جبت الكبه بتاعتي، زمان كانوا بيدقوها بالهون، الكوبيبه دي والكفته كانوا بيدقوها بالهون. انا جبت الكبه وضربت فيها الجمبري. تمام. بعد كده هبدا ان انا اضرب البصل وهنعمه جدا جدا. كل حاجه هضربها اخليها ناعمه قوي. بعد كده هحط عليهم حزمه صغيره من الكزبره وحزمه صغيره من الشبت. تمام. هضربهم كويس جدا 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 وهنعمهم. وهبدا برضو ان انا اضرب معاهم الرز. اهم حاجه يبقى ناعم جدا جدا. هنزل بقى بالجمبري اللي انا طحنته ناعم مع الخضره اللي انا طحنتها بالبصل. تمام. وهحط عليهم كمان معلقتين الجمبري، وهحط البهارات ملح وفلفل وكمون وكزبره ناشفه. بصوا القوام بتاع الكفته عامل ازاي. هي قوام الكفته هو يعني نفس العجينه بتاعه الكفته، هي نفس العجينه بتاعه الكبيبه، عشان ما اعملش دربكه كتير. اهم حاجه اتاكدوا ان هم ناعمين كويس جدا. لو ما عندكيش الكبه هتضربيهم ازاي؟ هتضربيهم في المطحنه بتاعه الخلاط عادي، مفيش اي مشكله. عايزه بقى اقول لكم ان انا جايبه لكم تطبيق حلو جدا بتاع اكلات سريعه وسهله، بيشتغل كمان من غير انترنت. هسيبه لكم في البايو او في الكومنتات تحت. طبعا شكلتهم وحمرت الكفته دي بتتخطف خطف كده وهي بتتحمر. بعد كده بقى هبدا ان انا اعمل الصلصه بتاعه الكفته. والله هي ما كانتش اصلا محتاجه صلصه، يعني انا المره الجايه لما اعملها هعملها من غير صلصه. قلت لها بصل، حطيت عليهم ملح وفلفل، سبتها تستوي. بعد كده نزلت عليهم بالكفته. تمام. معلومه في السريع، الكفته مع الصلصه بتغلي 5 دقايق بس وبطفي عليها. هنا دي البصله بتاعه شوربه الصياديه بتاعه الكبيبه. حمرت البصل لحد ما دخلت للون البني دون. بعد كده حطيت عليها طماطمايه مبشوره. الطماطمايه دي اختياري، لو مش عايزين تحطوها مفيش مشكله. بعد كده حطيت مرق الدجاج وملح وفلفل وبهارات السبعه. اول ما هتغلي هسقط فيها الكبيبه وهسيبها بقى تستوي 10 دقايق بالظبط وهطفي عليها. واول ما اطفي عليها هشيلها من الشوربه عشان ما تتهربتش مني، ولو عايزين بعد كده تحمروها حمروها. دي بقى البصله بتاعت ايه؟ بتاعت الرز الصياديه بتاعنا، بنفس الطريقه بالظبط وبنفس المقادير وبنفس البهارات. هعمل الرز. حطيت ملح وفلفل اسود والسبع بهارات برضو، وحطيت مرق الدجاج. بعد كده سبتهم يغلوا شويه ونزلت عليهم بالرز. وبجد هتاكلوا احلى اكله، طعمها تحفه جدا جدا. التركيه بتاعه تتبيل الجمبري اللي في الاول دي فرقت جدا جدا في الطعم، وجربوها ان شاء الله وهتعجبكم. اهم حاجه بقى ما تنسوش تكتبوا لي بتتابعوني منين، ولو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. انا ساره جمال من بورسعيد. باي باي حلوين. باي حلوين.